ليك أنا شرطي سابق، لهيك ما تقلق رح أجي معك. بس عندي طلب إذا بتريد. الولد اللي جوا ابني وما عملت شي غلط، بس طلبي الوحيد منكم إنكم ما تدخلوا البنت يلي جوا بالقصة، لأنه هي ما لها علاقة بشي، فما تدخلوها بالقصة لو سمحت أخي. طيب شو نعمل؟ إذا حدا سأل قولوا أنا سرقت سيارتها. طيب مو مشكلة. إذا بتريد بدي ودع ابني. ماشي، بس ما تطول علينا. ليش عملت هيك بابا؟ قلي ليش؟ يعني انت هلأ رح تتركني وتروح مثل امي؟ ابني شوف، ما حدا بيقدر يكون سعيد وهو معي لأنه هالشي مو بإيدي. بس انا رح كون بوعدك، رح كون مبسوط. أنا آسف لأني خربت كل شي يا روحي. انا ما رح سامحك ابدا، عم تفهم؟ ما رح سامحك ابدا. ما قلت لي انك ما رح تتركني؟ ما قلت لي اننا رح نهرب سوا؟ ايه مزبوط ابني. يمكن فينا نجرب لما اطلع من السجن ونروح سوا. يمكن وقتها رح نروح وين ما بدنا. انا حكيت مع الشرطي مشان هيك ما رح يدخلوكي بالقصة ابدا. يا ريت لو ما صار هيك. حتى لو ما صار هيك كنت رح اخرب القصة مثل العادة. مزبوط. فيراز، رح دير بالي على سنان، بوعدك. تعا ابني، بدي اياك تعرف شغلة وحدة وتتأكد منها. أنا عملت اللي بقدر عليه، كل شي بقدر عليه عملته يا روحي. بس للأسف أحيانا بتحس إنه الكون كله ضدك، وما بيضل قدامك غير إنك تستسلم وتسكت. أنا آسف.